من نص كيلو سمسم ونص كيلو سوداني هنعمل اكتر من 2 كيلو من حلاوة المولد. والله زي ما بقول لكم كده، طعمها خطير جدا ومقرمشة حلوة قوي وانضف بكتير، وطبعا ارخص بكتير جدا من اللي بنشتريها من بره. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة مولد النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وبالمناسبة الحلوة دي هنعمل مع بعض ان شاء الله النهاردة حلاوة المولد. شايفين بقى شكلها حلو ازاي ولا قرمشتها رهيبة؟ هقول لكم على الطريقة الصح اللي تطلع معاكي حلويات المولد احسن من الجاهزة مليون مرة. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ على طول في وصفتنا. بس بالله عليكم ما تنسوش اللايك. اول حاجة هبدأ احضر الصاج او الصينية اللي هحط فيها السمسمية والسودانية. فرشته كده بكيس نايلون من اكياس التلاجة، وحطيت فيه نص معلقة زيت ودهنت الكيس كويس جدا. معايا هنا نص كيلو سمسم ابيض مش متحمص ني، وبحمصه في البيت، وده هيدينا نتيجة افضل بكتير، بتكون ريحته وطعمه تحفة كده ولسه طازة. وبعد ما بنقي السمسم بتاعي كويس بحطه في طاسة فاضية بدون اي مواد دهنية خالص، واحطه على نار متوسطة وابدأ اقلب فيه كده لحد ما يتحمص. بس مش هشيل ايدي منه، على طول تقليب مستمر وهو على نار متوسطة، علشان لا قدر الله ما يتلسعش مني ويمرر. عايزينه ياخد كل لون حلو كده، لون واحد. وادي السمسم بتاعي بعد ما حمصته واديته لون ذهبي خفيف خالص كده. فضيته في صينية وهسيبه على جنب علشان سخونية الطاسة ما تحمصوش زيادة عن اللزوم ولونه يغمق. بعد كده نجيب ووك او حلة وننزل فيها بكوباية واحدة من السكر بتعادل 250 جرام او ربع كيلو سكر، وحطيت عليها تلت كوباية مية ونص كوباية من عسل جلوكوز. لو مش متوفر عندك عسل جلوكوز هتبدليه بعسل نحل عادي. وحطيتهم على نار متوسطة يغلوا، وهسيبهم على النار لحد ما يستوي. وضفت لهم رشة ملح صغيرة قوي، يدوب بس ذرة ملح صغيرة، ونص معلقة صغيرة من الفانيليا. وهنسيبهم يغلوا كده على نار هادية لحد ما يستوي ويوصل لقوام الكرة الصلبة او الهارد بول. واول ما لون هيبدأ يوصل كده لأول درجة من درجات اللون الذهبي هنبدأ نختبرها، هنشوف استوت ولا لا. هنجيب طبق فيه مية ساقعة وناخد شوية، وهوطي النار عليها عشان ما تستويش زيادة، وهشوف اذا كان بيتقطم ويتكسر معايا ولا لا. هنا كانت لسه طرية وبتمط معايا، يبقى لسه محتاجة شوية. هسيبه اقل من نص دقيقة وارجع اختبره تاني. لازم نسوي العسل كويس ونظبطه علشان الحلاوة بعد كده ما تسيحش معانا، او احنا بناكلها كده تلزق في اسناننا وتضايقنا. هنا خلاص زي ما انتوا شايفين بيتقطم ويتكسر معايا كده، يبقى كده استوى خلاص. وفي المرحلة دي هحط له ربع معلقة صغيرة من البيكنج صودا، واقلبها تقليبة واطفي النار. البيكنج صودا هيخلي حلاوة المولد مقرمشة وهشة وبتتقطم وتتكسر بسهولة كده معاكي. بقلبهم تقليبة وبعد كده بطفي عليهم النار. بعد كده هنزل عليهم بالسمسم وهو سخن على العسل السخن. الاتنين بيكونوا سخنين، المكسرات بتاعتك بتكون سخنة ايا كانت، سواء سوداني او سمسم او حمص او اي نوع، علشان لو المكسرات باردة هتنزل تقفش في العسل وهيمسك في بعضه ومش هتعرفي تقلبيه كويس لو نزل بارد على العسل. ايدك تكون سريعة وانت بتقلبي لانه بينشف بسرعة جدا. بعد ما قلبت كويس المكسرات مع العسل هحطه على الصاج المدهون بالزيت، وابدأ افرده بمعلقة او بهرسة بطاطس زي دي، بس المهم تكون مدهونة زيت. اي حاجة هتفردي بيها تكون مدهونة بالزيت علشان ما تلزقش. ايدك تكون سريعة وانت بتفرديه لانه في ثواني هتلاقيه شد معاكي وبدأ ينشف. نساوي وشه كده بظهر معلقة مدهونة زيت علشان يبقى شكله حلو كده ومتساوي زي اللي بنشتريه من بره. بعد كده هتقطعيه بالحجم اللي انت عايزاه وهو لسه طري لسه سخن شوية كده. تقطعيه بسكينة تكون مدهونة بشوية من الزيت. هنقطعه بالطول وبالعرض بالحجم والسمك اللي انت عايزاه. بعد كده بتسيبيه يبرد خالص لحد ما يشد بقى كده، وبعد كده بنقطعه. تعالوا بقى نعمل السودانية، وما تنسوش تكتبوا في التعليقات ايه اكتر نوع من حلاوة المولد بتحبوه. معايا هنا نص كيلو سوداني بتشتريه من اي مقلة، وبعدين هقشره كويس واصفي القشر منه خالص، هو بيكون متحمص جاهز. بعد كده هحطه في صاج او صينية واحطه في الفرن، بكون فاتحة الفرن على حرارة هادية خالص، اهدى درجة حرارة في الفرن. هحطه علشان يسخن، هو اصلا متحمص، انا عايزاه بس يدوب يسخن. وده العسل بتاع السودانية، عملته بنفس المقدار ونفس الطريقة زي العسل بتاع السمسمية. كوباية سكر وتلت كوباية مية ونص كوباية عسل جلوكوز وذرة ملح ورشة فانيليا
وفي الاخر خالص ربع معلقة صغيرة بيكنج صودا. بعد كده بنزل بالفول السوداني وهو سخن على العسل وهو سخن، الاتنين يكونوا سخنين زي ما اتفقنا. وايديكي كده تكون سريعة تقلبي كويس العسل مع المكسرات. وبعد كده هننزلها في الصاج المدهون بالزيت ونبدأ نفردها. وايدك برضو تكون سريعة وانت بتفرديها علشان ما تنشفش معاكي، وتقدري تقطعيها وهي لسه طرية. والسكينة بندهنها بشوية زيت علشان ما تلزقش معانا وتعذبنا في التقطيع. هنقطعه بقى بأي شكل وبأي سمك وبأي حجم احنا عايزينه، ونسيبه لحد ما يبرد خالص ويبدأ ينشف ويشد. بعد كده هنقطعه. شايفين بقى الجمال؟ شايفين حلاوتها؟ شكلها جميل قوي واحلى من الجاهز وطعمها تحفة. القطمة بتاعتها وقرمشتها حلوة قوي ومش جامدة خالص، هشة وبتتكسر معاكي بكل سهولة. بأقل الإمكانيات وأسهل الطرق عملنا 2 كيلو من حلاوة الموري بتكلفة أقل كتير من اللي بنشتريها من برا. اعملوها في البيت وجربوها، سهلة جدا، طعمها خطير، طازة ومقرمشة وجميلة كده وهشة وبتتكسر معاكي بكل سهولة، ومفيش أحلى من كده. وهنا بنتي الصغيرة كانت بتساعدني كده وانا برصه في طبق شكله حلو علشان يبقى شكله جميل في التقديم. شجعوها بقى يا حلوين وما تنسوش تحطوا اللايك. بصوا بقى شكلهم وحلاوتهم، ومفيش احلى من كده. انا كده خلصت الفيديو بتاعي، بتمنى يكون عجبكم. كل سنة وانتم طيبين، وما تنسوش بقى تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة. سلام عليكم.